السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، رمضان كريم علينا وعليكم. إن شاء الله هذا ثاني فطور وياكم. سوينا اليوم للفطور عندي هذا التبسي، تبسي الباذنجان، وسويت هاي الدجاجة بالتتبيلة الحامضة، وسويت رز أبيض لأنه باذنجان يعني التبسي ما ينوكل إلا ويا الرز الأبيض. وسويت هاي شوربة الخضروات، وهاي كان فطورنا، وعلينا وعليكم بألف عافية إن شاء الله يا ربي. رمضان خير وبركة على أمة الإسلام. اللهم تقبل منا صيامنا وطاعاتنا يا الله. تحياتي لكم حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب إن شاء الله. الحمد لله والشكر، يعني هذا رمضان لا جوع ولا عطش، يعني صيام خفيف إن شاء الله، ولو يعني بعدنا بدايته، بس الحمد لله والشكر على كل حال. اللهم تقبل منا صيامنا وطاعاتنا يا الله. حبايبي اليوم عندنا الفطور راح يصير عبارة عن عندي هاي الدجاجة، راح أسويها شو بالفرن، يعني هاي تقريبا تطلع كيلو ونص. نظفتها ونقعتها بمي وملح وملعقتين خل أبيض أحمر اللي عندك، المهم لازم تتنقع بمي وملح وخل، يعني بعد ربع ساعة على مود تطلع الزفرة، تطلع يعني شكل شغلات يعني تطلع بيها. ونشفتها، سويت لها فتحة منها، بس راح يكون عندي كلهم يعني عمود حتى أحشيها من جوا. أنا ما عندي شواية، بس راح أشويها بغير طريقة، يعني أشوفكم إياها إن شاء الله. عندي هاي الخلطة اللي راح أخليها يعني لها تتبيلة بها بالمناسبة، يعني هاي التتبيلة أنا راح أسويها، خلينا نقول إحنا هسه الساعة 9 الصبح، لثلاثة كلش كافية، يعني 6 ساعات كافية. وإذا ردت يعني تتبليها قبل بيوم همتين بعد أحسن. المهم يعني أنا هسه راح 9 الصبح راح أبدي أتبلها. ورا ما أتبلها أشوفكم طريقة الشوي. هسه عندي هنا هاي التتبيلة مالتها عبارة عن كوب لبن خاطر، عندي هنا نص كوب راشي طحينية، هنا عندي ملح وفلفل مطحون، وهاي يعني مجموعة البهارات اللي قلت لكم عليها. هنا عندي بابريكا حارة راح استخدم، احنا نحب الحرارة عادي، يعني اذا تبدون يعني تبدلوها بالباردة عادي. كمون، وعندي هنا زنجبيل، وعندي هنا كركم، عم شوية تعطيني لون صفار اريد. فهسه ان شاء الله اتبل الدجاجة، ووراها عندي راح اسوي تبسي معالتنا الاعتياد، تبسي الباذنجان وشغلات وكذا، وتمن بريان ان شاء الله راح اسويه. وبالنسبة للحلويات بعدي ما مقررة، انا جبت هذا السميد فما اعرف اسوي ليالي لبنان، اسوي بسبوسة، ما اعرف لما يعني استقر اشوف شو النتيجة. وباقي الحبشكلات. فهسه اول شي عندنا راح ابدي اتبل الدجاجة، ووراها التهي اكمل باقي الفطور، خليكم ويانا. هسه نتبل الدجاجة، ضفت لها يعني نسيت ما قلت لكم، هي الخلطة مالتها المفروض زيت، على مود تبقى عندي دهين الدجاجة، فلازم تتنقع بزيت، يعني تقريبا هذا كوب الا ربع، حسب القياس اللي انت عندك، حسب حجم الدجاجة، اذا اكثر يعني 2 تقدرين يعني تزيدين. وننزل هسه باقي المواد، انا اشتغل بايد واحدة فلذلك التصوير يعني يسوى عندي. اضيف المواد كلها وارجع وياكم، نفس المواد اللي قلتها ارجع اعيدها. كاسة لبن رائب، نص كاسة راشي،
تقريبا هنا عندي هماتين نص كاسة دبس الرمان. البهارات على ملعقة بابريكا حارة، ثم مطحون، كركم، مجموعة بهارات، كمون عندي، وفلفل الأسود. هسه ارجع اضيف المواد، اكملهن واتركهن وارجع وياكم. حبايبي هسه نزلت المواد، وعندي هاي هنا عصرة ليمونة. تردين تحتفظين بالقشر تردين تذبيه، بس انا اذب يعني اخاف تنزل عليه المرورة. بعدين ابرش يعني شي فد برشة قليلة من الليمون واخليه، فما اخلي يعني قشر كامل حتى تنطيني مرورة. ما عليكم بهذا الحد، لأن أنا أساسا بس راح أنقع بيها، يعني ما راح أخليها وياه. خلطة زينة. ننزل الدجاجة بيه ونحاول نتبلها، وسوي فتحات بالسكينة، فتحات بالدجاجة على مود تشرب التتبيلة أكثر. فراح أتبلها وأفتحها شوية بالسكينة وأرجع وياكم. حبايبي هسه بعد ما تبلتها تتبيلة زينة، يعني حتى بداخل الدجاج جوا لازم تخلينا يعني الخلطة بكل مكان. فهسه راح أغلفها، ومثل ما قلت لكم راح أتركها يعني للساعات اللي حتى تشرب الخميرة مالتها، وإن شاء الله أرجع أشويها. انتظروني. طيب هسه أول وصفة عندنا راح نطبخها، هي وصفة التبسي. عندي هنا مكونات مال الخضروات، عبارة عن باذنجان وبصل، طماطة وفلفل أخضر بارد، ثوم وبطاطا. بالنسبة للتوابل أنا ما راح أحب أخلي لها توابل، يعني أي شغلة بها خضروات ما أحب أخلي لها توابل، أريد أحتفظ بالنكهة مالتها، فما راح أخلي أي توابل يعني بس الملح. هنا عندي هاي الصوص الطماطة، معجون طماطة ودبس الرمان. فهسه راح أبدي أقلي هاي المواد، ويعني أقليها الباذنجان والبطاطا والفلفل، يعني المواد كلها تقريبا راح تنقلي ما عدا الطماطة ما راح أقليها، ونرجع نشوف النتيجة. طيب هسه بعد ما قليت البطاطا والباذنجان نشفته من الدهن بهاي الطريقة. عندي هذا الطماطة الدوائر، يعني هاي راح أخليها بس للوجه، ما راح أقليها. وعندي هذا البصل الدرق والثوم راح أبدي هسه أحمس بيه، وهاي الفلفلة واحدة أنا قليت، يعني كلش كافي، احنا ما نحب ناكله بس هيك على مود النكهة مالته. وهسه ان شاء الله راح ابدي اطبق التبسي. حبايبي هسه راح نبدي ان شاء الله نسوي التبسي. هسه بعد ما سخنا الزيت، ملعقتين زيت مو هواية، لان هو اساسا بيدهن. تقريبا هاي كلش كافي، يعني ما اريد يبسل زايد، انا مجرد النكهة مالته بالطبخة. بس راح انزل عليه المعجون، نزيد الرمان، الان كان المعجون ويا البصل. حبايبي هسه بعد ما كانت عندنا هاي الطريقة جانس المعجون ويا البصل، راح ننزل عليه المي. نسوي صلصة طماطة، يعني عصير طماطة، لأن أنا عندي طماطة راح أخليها درق، فراح يصير عندي كلش حامضة. تقريبا ياخذ له فورتين، وأنزل المكونات بس خلي يفور المي.
باي هسه تقريبا بدت يسبك الصلصة مالته. هسه راح ابدي انزل المواد عليه. راح البخار راح ابدي اصفط عليه المواد انزلهن وارجع وياكم. هسه بعد ما صفطت المواد عليه بهاي الطريقة راح اطبقه واخليه الى ان يسبك المي مالته، واخلي المي اللي اني يعني اريده. ايش قد يعني اني اريد انشفه زيادة، اعوف بيه شوية مي يعني. فهسه هاي خلاص حجمه يستوي. والملح خليت انا ويا الصلصة يعني ما قلت لكم عليها، والمواد اساسا اني ملحتها واصلتها فما خليت يعني هذا نص خاشوقة اكل. عوفة تسبك وروح على غير طبخة. هسه بعد ما تسبك عندنا التبسي، تقريبا هاي الصلصة اللي انا احتاجها. هسه راح يعني اطفي عليه واخليه قبل ما اريد اسكب يعني للفطور شويه، يعني اشوح الوجه مالته بالفرن، لكن هسه راح اتركه. هسه كمل عندي هاي الدجاجه اللي خمرناها انا وياكم الصبح. يعني صار 6 ساعات تقريبا مخمره. قلت لكم انا ما عندي فرن، شوايه العفو، فداش فيها هسه هذا قالب مال كيك يعني، بس مجرد هالشكل راح تاخذ لمس هالشكل شلون ثبتتها. وراح ادخلها الفرن على درجة حرارة 170 تقريبا، تاكلها ساعتين وشوية. وبنفس الوقت راح احضر لها صلصة اللي يعني انكهها بيها. فهسه راح ادخلها الفرن شوية تاخذ السواء مالتها، وبعدين نظل نرجع على الصلصة. كل سوالة راح تبقى بالقالب، لانه ما عندي يعني شواية فاخترعت هاي الطريقة.